السلام عليكم حبيباتي، رمضان مبارك سعيد، صيام مقبول وذنب مغفور ان شاء الله. اليوم بغيت نشارك معكم هذا السيجار اللي كيجي رائع وكيجي لذيذ جدا وسهل. اول حاجه خديت الفطر الطازج لي شامبينيون، الا ما لقيتوش طازج فبطبيعه الحال تقدروا تستعملوا ديال المعلبات، ولكن صراحه المذاق غير مختلف جدا جدا جدا. منين قطعت داك السيجار كنت رميته فوق البصله اللي حتى هي شلطتها ودرتها تشحر مع شويه ديال زيت الزيتون، شويه ديال الملحه، شحرتهم. هنا عندي شي شويه ديال الكالامار، يعني تقدري غير واحد شويه، غير 150 غرام، راه قاضي الغرض لانك تقطعيه طريفات وغادي يعني تشحريه مع داكشي كما درت انا. قطعته طريفات صغيورين ورميته فوق لي شامبينيون والبصله اللي شحرتهم. كنعرفوا بلي الكالامار راه دغيا كيطيب، الا خليتوه واحد المده كبيره راه كيقصح وكيتجلد وكيولي بحال المسكه. هنا زدت البهارات طبعا على حسب الذوق. زدت انا الملح، فلفل اسود، زنجبيل مطحون واعشاب منسمه اللي تقدروا تستعملوا داكشي اللي عندكم في الدار، زعتر، زعتر، حبق، يعني اللي عندكم. هنا زدت شويه ديال عصير الليمون وملعقه ديال مركز طماطم. بطبيعه الحال العافيه كتكون مهيله باش ما يتحرقش لينا حتى شي حاجه، وغادي نخلط بشويه بشويه. من بعد ما صافي ديك الحشوه تقريبا طابت، زدت البقدونس، قطعته رقيق بزاف وزدت الشعريه مسلوقه. انا استعملت الشعريه العاديه، جات زوينه لان ما كنفضلش انا الشعريه الصينيه، ولكن لكم الاختيار الا بغيتوا ديروا الشعريه الصينيه بطبيعه الحال تقدروا. صافي الحشوه حيتها باش تبرد، من الاحسن تبرد باش ما تسقوش لينا الورقه. خديت الورقه ديال البقلاوه اولا الورقه ديال الفيلو، هي اللي غادي نستعمل مع لهاد السيجار هادو. قطعتها يعني نتوما شوفوا واش بغيتوهم كبارين ولا بغيتوهم صغار. دوك لي سيجار انا خديت هاد القياس هذا، وكما قلت لكم الورقه ضروري تجبدوا وحده اللي غتستعملوا، والاخرين تخبيوهم في واحد المنديل، لان فاش كيضربهم البرد راهم كيقصحوا ما كيبقاوش صالحين للاستعمال. خديت شويه ديال الحشوه كما كتشوفوا على هذه الطريقه هذه، كنطوي ليها الجنيبات باش الحشوه ما تخرجش ليا من الجناب، وكنبقى نلوي على شكل سيجار. تقدروا تستعملوا الزبده، انا ما استعملتش الزبده لان داك النهار كان عندي بزاف ديال الحوايج اللي فيهم الزبده، فقلت من الاحسن نقصوا شي شويه من الزبده. درتهم بلا زبده. دهنتهم واحد بشويه قليل من الفوق باش يجيو شويه محمرين. مهم صافي كنبقى نمشي بنفس الطريقه، كنطوي الجنيبات بزوجهم باش كما قلت لكم الحشوه ما تخرجش ليا، وكنبقى نلوي فيهم بشي شويه حتى كنكمل الكميه اللي عندي. كندخلها الفران وبالصحه والراحه. هذا هو السيجار ملي خرج ليا من الفران، صراحه جا رائع. وبهذيك الورقه ديال الفيلو جات كتقرمش، ما تصوروش داك القرمشه اللي فيه. غزاله غزاله غزاله. كنتمنى الوصفه تكون عجبتكم، والى فيديو اخر ان شاء الله. شكرا للمشاهده. يا هلا بك يا رمضان، جينا نبارك للحلوين، من زعلنا مسموحين، خير وبركه مرتاحين، والحبايب مجتمعين، صوم وطاعه